بحلف لكم بالله لو جربتوها هتأدمنوها. كل اللي هيدوقها من تحت ايديكم هيطلبها منكم يعني طول الاسبوع. بسيطه وسهله وعلى قد الايد خالص. فتعالوا بقى تابعوا معايا الفيديو، ما تجروش الفيديو، دوسوا لايك دلوقتي عشان اوريكم عملنا الجمدان ده ازاي. بصوا هو اسمه الحمام الكداب، احنا بنسميه الحمام الكداب. انا طبعا صايمه نفسي بجد اقطم قطمه كده، بس انا بعمل تكه بقى ان انا ايه بحمرها. بصوا بقى ثواني اطلع لكم واحده كده. شايفين بصوا الجمال؟ حماميه دي ولا مش حماميه؟ عايزه اقول لكم بجد ريحتها جايبه اخر الشارع، وفعلا ريحتها ريحه الحمام وهو متحمر. ف هخلص بقى قليت الكميه كلها. وهنا بقى كنت عامله برضك قليت الفراخ الجامده دي. برضك لازم تتابعوا الفيديو عشان تعرفوا كل التكات اللي هقول لكم عليها في الفيديو. ما تنسوش تصلوا وتسلموا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وتعالوا نبدا الفيديو مع بعض. والله يا جماعه من حلاوتها وسهولتها وطعامتها هتعملوها يعني كذا مره في الاسبوع لو ما ادمنتوهاش كمان. عايزه اقول لكم بجد هتبطلوا تعملوا الورق العنب والمحشي الكرنب وهتعملوا المحشي الجامد ده. طيب بصوا، هو عبارة عن حمام كداب طعم الحمام، بس هو مش حمام. ايه نور الألغاز دي؟ تعالوا مع بعض نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جبت هنا شوية دبابيس فراخ، صراحة كان منظرهم مغري كده اهو. بصوا يعني كانوا تحفة جدا. كان عندي بردك في الفريزر كام جناح كده كنت شايلاه على جنب. جبت بقى هنا حبيت ان انا اتبلهم بفلفل اسمر وملح وكاري. وهنا بقى كنت ضاربه في الكبه بتاعتي بصلايه حلوه كده مع طماطمايه مع شويه توم. وبصي احلى تتبيله واسهل تتبيله، بصوا التتبيله بتاعتي من البيت، ولا بحط مكونات خزعبليه ولا اي حاجه. المكونات دي تبقى تحت ايدك بس تديكي تيست عالي قوي. انا طبعا عملت الكلام ده من بالليل، وسبت الفراخ متنقعه في التتبيلة دي كده تاخد وتدي مع بعضها ليلة كاملة لحد ما ايه او تقريبا يعني الليل كله ونص اليوم برضو، فاهماني؟ اللي هو انا عملتها يعني على نص اليوم. طيب هنا بقى كان تاني يوم انا كنت مجهزة الخضرة بتاعتي، خضرة محشي عبارة عن شبت وكزبرة وبقدونس. انا بصراحة في المحشي بتاعي ما بزودش بقدونس كتير. اي نعم هو ليه فوائد كتيرة جدا، بس انا بصراحه ما بحطش بقدونس كتير. طيب هنا بقى التكه بتاعت المحشي برضو، هاتي بقى بصلايه نيه كده وقطعيها مكعبات على الرز بتاعك. بتكون الرز مغسول ومتصفي. وبعد كده انا جبت بصلايه وهنا بقى بقطعها مكعبات. وهنا بقى انا بقطعها تقطيع عشوائي يعني. وطبعا غسلت الحاجة بتاعتي طبعا بتكون ايه جاهزة يعني علشان أبدأ على طول في المحشي. لو وصلتوا لحد هنا بالله عليكم يا جماعة ما تنسوا اللايك والاشتراك. وايه فرح؟ حطوا زر اللايك عشان ماما توزن لكم وصفات جميلة جدا. يلا بقى شجعوا فرح علشان فرح نفسها كانت تسجل معايا الفيديو، وبتقول لكم ما تنسوش اللايك اهم حاجة، وعايزة تشوف الفيديو ده يوصل لكام عدد من المشتركين وكام لايك هيجي على الفيديو ده. ايه يا فرح انتي عايزة كام لايك يا فرح؟ مليون لايك. هنعمل سباق مين مليون؟ يحط لايك أكتر. مليون يا فرح؟ طب قولي 1000 لايك بس. مليون لايك. لا احنا مش طماعين، عايزين 1000 لايك بس على الفيديو عشان ايه يوصل لغيرك من المتابعين اهو. بصوا بقى بجيب الخضرة بتاعتي، انا خلاص قطعت زي ما بقول لكم كده البصلة، وجبت حبة فلفل اسمر، وطبعا التوابل يا جماعة او البهارات زي ما انتوا عايزين، ضيف اللي انت عايزاه. فانا بقى حطيت هنا الخضرة وبدعك بقى ردك الخضرة مع البصل مع الفلفل الأسمر والرز. وجبت هنا برضو شوية من مرقة الدجاج البودرة اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جبت هنا برضو كام معلقتين من الثوم المفروم بالفلفل، بصراحة بيعلي التست جامد معايا.
هنا بقى الصلصة بتاعة المحشي بعد ما أنا خلصتها يعني واتسبكت معايا حلو، نزلت بالرز المغسول. بصراحة يعني شُفتِ خدت الرز أخد السخونية بتاعة التسبيكة، لكن ما غلاش طبعًا على النار ولا حاجة عشان ما يدخلش في السِوَى وما يبقاش الرز معاكِ معجِّن. هاجيب بقى هنا معلقة كبيرة من السمنة البلدي أهو، وجِبت هنا بقى كام بصلاية أهو، بصلايتين وأقطّعهم جوليان أو جوانح. جوليان يا فرح، التقطيعة دي كده اسمها جوليان. إيه؟ آه، هتكبري وتعملي أكل أنتِ جميل كده. اه إيه رأيِك يا فرح بالله عليكِ بأمانة؟ والله تحفة. طَب أنتِ الأول ما كنتيش تحبّي الكوسة، إيه اللي خلّاكِ تحبّي الكوسة؟ حسيت ان هي جميلة، قلت الكوسة بتقولي انا عايزاكي تاكليني، بجد انا والله قلتها بجد. والله. طَب حسّيتِ إن طعمها زي إيه، فعلًا زي الحمام دي الكدّاب والّا لأ؟ احلى زي من الحمام الحمام، والّا لأ؟ احلى من الحمام كمان، بالله عليكِ مش عشان ماما هي اللي عاملاها. والله العظيم حلو. بجد. على فكرة يا جماعة فرح ذواقة جدًا في الأكل وأنفة يعني فاهمين، اللي هو أنتم مش من السهل خالص إنها فرح تعترف إن الأكلة دي حلوة ودخلت دماغها. فزي ما باقول لكم كده هي ذواقة ولمّا يعني خلاص الأكلة تخش دماغها تبقى فعلًا معمولة على الفرازة وفعلًا الأكلة تستاهل. هنا بقى باقطّع الخضار بتاعي، بعد ما قطّعت البصل، قطّعت البطاطس، وقطّعت بقى كام جزراية، وهاقطّع الفلفل، وعايزة أقول لكم والله بجد صينية دبابيس كانت يعني في حتّة تاسعة. اعملوا الصينية دي بالطريقة اللي أنا باقول لكم عليها دي، واللي أنتم هتشوفوها في الفيديو، بس أقسم بالله ما هتندموا ولا بُصّوا هتبطّلوا تعملوها، لأ بجد هتعملوها على طول. هامكِّس بقى كل المكونات كلّها كده في بعض، وهارُش رشة من الفلفل الأسمر، ورشة من مرقة الدجاج والملح، وهاحط برضك شوية توم بالفلفل مفرومين ناعم أهو. وهنا بقى حطيت معلقة من الزيت برضه عشان يلمّع الدنيا معايا. وهاجيب بقى هنا إيه بقى، الفراخ بتاعتي الدبابيس كانت كبيرة، حجم كبير يعني، فأنا بقى كنت فاتحاها برضك من بالليل ومدخّلة التتبيلة بتاعتي من بالليل في اللحم من جوّه أهو، بُصّوا. وطبعًا كل حاجة نازلة من الدبابيس أنا باحطها برضه في الفتحات اللي أنا فتحتها في الفراخ. والله العظيم يا جماعة بجد كان طعمها جامد. وإيه رأيِك يا فرح كان في الفراخ؟ طعمها خرافي، عالم تاني. يا رب يخلّيكِ ليّا يا فرّوحة. بيخليكي ليا يا ماما. يلا بقى يا جماعة لو وصلتوا لحد هنا بالله عليكم ما تنسوا اللايك عشان اللي جاي أحلى، ما ها تجروش الفيديو عشان اللي جاي أحلى، عشان هتعملوا معايا يعني أحلى وألذ وأطعم حمام كداب أهو. شايفين بقى صينية الفراخ الجامدة دي، هنزل بقى بنص شفشق من الطماطم المعصورة في الخلاط أهو. الطماطم بقى أنا ما ضفتش أي حاجة عليها يعني غير بس إن أنا فرمتها على الخلاط و رفعتها على النار، غطيت بقى الصينية ورفعتها على النار. طيب فين يا نورة الحمام الكداب بتاعنا؟ الحمام الكداب بتاعنا الراعي الرسمي بتاعنا اللي هو إيه، الكوسة. الكوسة بقى كانت في السوق حجم كبير، ف بصراحة يا جماعة طعمها جميل، يعني هتضحكوا عليَّ أنا باحب إن أنا أحشي الكوسة دي وبافضّلها عن الكوسة الصغيّرة الرفيّعة أوي دي، فاهمين؟ اللي هو أنتم يعني لو خيّرتوني ما بين الكوسة دي والكوسة التانية الرفيّعة بتاعة المحشي، هاختار دي بصراحة. ليه؟ لإنها سريعة والله العظيم أنا ممكن ألِف لِك 3 حِلَل 4 حِلَل في ثواني. وكمان التقوير بتاعها بيبقى سهل جدًا، يعني لو أنتِ عايزة برضك تعملي عزومة هاتي الكوسة الكبيرة دي، بس تقريبًا ليها يعني إيه، ليها فترة معيّنة فاهمين. وبُصّوا بقى، بُصّوا على التقوير بتاعها بيبقى سهل جدًا، لدرجة إن أنا فرح كانت تقوّر معايا، من غير ما أنا خايفة إنها تكسر لي الكوساية ولا أي حاجة. طبعًا أنا كنت باقوّر هنا مش بالمقوار الرفيّع ولا حاجة بتاع الكوسة والبتنجان، لأ ده أنا كنت باقوّر بالمقشرة بتاعة البطاطس، فاكرة يا فرح؟ إمم. أهو. هاقوّر بقى الكمية كلّها، وأنا برضك عشان أسهّل الدنيا عليَّ وأخلّي الكوسة برضك يعني تبقى جميلة كده وتستوي بسرعة، أنا كنت قاسمة الكوساية على 2، كنت قاسماها نُصّين أهو.
بصوا في ثواني. والله يا جماعة بجد مش معنى ان انا مسرعة الفيديو يعني هتلاقوها يعني انا مسرعة الفيديو، لا، ده هو كان في الحقيقة فعلا انا بنجز. وهنا برضو انا فضلت اللحم بتاع الكوسة ده، قلت مش هرميه، ضربته كله في الكب اهو. وده طبعا كنز، كنز رائع، ما ترموش ولا تسيبوه من تحت ايديكم اهو. انا فرمت الكمية كلها في الكبة، وهجيب بقى الخلطة بتاعت المحشي كلها. وقسما بالله يا جماعة بجد كانت تحفة، كانت خرافة. طبعا انتوا عارفين الكوسة كلها فوايد، والحشو كان كتير اللي انا مطلعاه القلب بتاع الكوسة. فانا قلت بدل ما ارميه او بدل ما افرشه مثلا تحت المحشي نفسه ويتحرق مثلا ولا حاجة ومحدش ياكله، لا انا اضربه في الكبة واحطه او اضيفه على الخلطة. وزي ما قلت لكم كده يا جماعة أنا قلبت كل المكونات، وتعالوا بقى نحشي الكوسة مع بعض. برضو حبيت إن أنا أعمل شكل جمالي هنا برضو بالمقوار الرفيع أهو، عشان برضو إيه يعني شكلها، أنتوا عارفين العين بتاكل قبل البق. فهنا بقى بصوا الحشو، يعني أنت لو جبتي طفل عنده 3 سنين وقلت له عبي لي الكوسه دي ولا المحشي ده، وانت روحتي عملتي حاجه تانية، هتلاقيه والله العظيم عملها لك. فبصوا عايزه اقول لكم بجد والله العظيم سهله وممتعه في عمايلها وفي كل حاجه، وكانت لذيذه جدا وطعمه قوي. وطبعا الرك برضو على الحشوه وعلى النفسك في التسبيكه بتاعت المحشي اهو. رمت كميه حلوه. وعاوزه اقول لكم على المفاجاه اللي آه، انا كنت جايبه الكيلو كان عامل 6 جنيه، يعني يا بلاش. يعني والله العظيم بجد عايزه، يعني لو انت عايزه تجيبي او تعملي اكل على قد الايد ب 30 جنيه 5 كيلو هتشبعي محشي. ممكن تعمليه كمان على يومين، يعني تعملي مثلا حله وتاكلوها النهارده وحله تانية مثلا تسويها بكره. فوالله العظيم موفره جدا وطعمها كان خرافه. خلصت بقى الكميه في يعني ما فيش كام دقيقه كده وخلصتها اهو. فاض معايا حشو من الرز ده، وهتشوفوا دلوقتي انا هعمل فيه ايه. وكان سواها جميل جدا، ما تخافيش آه، انها تعجن، انها مثلا تطلع مش مستويه زي مثلا القلق والتوتر بتاع محشي الكرنب. لا بالعكس، ده كان سواها جميل جدا، وترفعيها على النار وفي ثواني واستوت اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتمنى من كل اللي يشوف الفيديو يصلي على رسول الله، ودعوة خالصة من القلب لابني ربنا يشفيه ويعفو عنه. واخد دور ما يعلم به غير ربنا، دور شديد قوي. ما تعرفوش بقى انتوا تغيير جو ولا ايه بالظبط. لوز واحتقان والتهاب وسخونية فوق 40. فاللهم أنت الشافي المعافي يا رب العالمين، اشفي كل نفس يعني ذاقت طعم الألم يا رب العالمين. تشفيك يا ريان يا أرحم الراحمين يا رب، واشفي كل مريض. هنا بقى خلاص أنا رفعت الكوسة بتاعتي على النار، وتعالوا نعمل أحلى شوربة. طبعا انا ما كانش عندي شوربه في الوقت ده، لاني انا اوريدي انا عملت صينيه الفراخ على النار من غير ما سلقتها. فهنا بقى انا حطيت بقى كام معلقه من الثوم، وحطيت بقى مرقه دجاج وكم معلقه من الصلصه. وبصوا كانت وهم، والله العظيم يا جماعه كانت وهم. الرز اللي اتبقى معايا حشيت كام فلفلايه كده. وهنا بقى خلاص انا رفعتها على النار، وزي ما انتم شايفين كده كانت روعه، كانت تحفه. يعني بجد انا ريقي جري عليها والله العظيم. والله يا جماعه تحفه تحفه تحفه، بنصحكم انكم انتوا تعملوها مش هتندموا ابدا. هنا بقى تعالوا بقى نعمل شويه ملوخيه. نزلت بقى بمعلقه من السمنه ومعلقه من الثوم ومعلقه صغيره من الكزبره، وكنت عامله بقى شويه ملوخيه، بس نسيت ان انا اصور معاكم المقطع ده. كانت ملوخيه ناشفه تمام يا دوب، بس طبقين، ما تكتروش يعني علشان خاطر ايه الملوخيه طبعا ما بتباتش. وهنا بقى الطاسه دي انا سايباها على النار تسخن عشان هنزل في حطيت فيها شويه زيت. والتكه اللي هتودي لك المحشي الكوسه ده في حته تسعه، وهتقسمي بالله انك انت فعلا بتاكلي حمام كده.
هي التحمير. والتحمير هنا بصي عبارة عن ثانية إلا ثانية بتلاقيها اتحمرت، على بال ما انت تحطي الكمية كلها وترصي زي ما داير دور كده في الطاسة، هتقلبي أول واحدة انت حطيتيها هتلاقيها اتحمرت من تحت، فسريعة ومنجزة. بصوا والله العظيم يا جماعة كانت تحفة وطعمها، أنا مش عارف، أنا مش عايزة أتكلم كتير، أنا اديتها حقها. فبصوا جربوها وجربوا طريقة الدبابيس دي على طريقتي، والله العظيم بجد هتدعولي هتدعولي. أتمنى الفيديو يكون نال رضاكم ويعجبكم، وأتمنى أنكم تطبقوا الكوسة المحشية دي، وتطبقوا برضو طريقة عمل الدبابيس، وإن شاء الله هتعجبكم. ودي بقى كانت صينية حمام كداب، يعني تخيلوا بقى لو حمام حقيقي كان هتعمل كام، دي بقى كلها كانت عاملة 25 جنيه. فأتمنى الفيديو ينال رضاكم ويعجبكم، وأتمنى أن أكون خفيف على القلب. بحبكم في الله، بالله عليكم ما تنسوا تشجعوني لايكات كتير للفيديو وشاهدوا الفيديو للآخر. بحبكم في الله.